السلام عليكم. طبعا اليوم كانت رحلتنا إلى قصر الملك غازي. يقع قصر الملك غازي في الديوانية قضاء الدغارة. وهو الملك غازي بن فيصل بن حسين. ولد في عام 1912 مكة المكرمة الحجاز آنذاك. الوفاة 4 أبريل عام 1939 بغداد العراق. اللقب الملك غازي الأول. الفترة الملكية من 8 سبتمبر 1933 حتى وفاته في 4 أبريل 1939، حيث هنا المعدات الخاصة بالملك غازي. كان والده الملك فيصل الأول أول ملوك العراق. جده الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى. زوجته الملكة عالية بنت علي. ابنه الملك فيصل الثاني الذي أصبح ملك العراق بعده وهو طفل. وقد نشأ في بيئة ملكية وانتقل مع عائلته إلى العراق بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1921. درس في كلية هارو البريطانية لكنه لم يكمل دراسته بسبب رغبته بالعودة إلى العراق. أحب الطيران والرياضة وكان له اهتمام كبير بالراديو، بل أنشأ محطة إذاعية من قصر الزهور في بغداد. وهو من أول من أنشأوا إذاعة خاصة في العراق، وكان يرسل من خلالها خطابات وتحذيرات سياسية أحيانا ما أثار قلق للإنجليز. وكانت وفاته المثيرة للجدل. توفي في حادث سيارة غامض عام 1939. قيل إن سيارته اصطدمت بعمود كهرباء في بغداد. أثارت وفاته العديد من الشكوك، وظهرت نظريات بأنه ربما قتل نتيجة مؤامرة خاصة بسبب موقفه المناهض للبريطان. خلفه ابنه فيصل الثاني، وكان عمره آنذاك 4 سنوات، فحكم العراق وصي العرش الأمير عبد الإله، حيث دفن في المقبرة الملكية في بغداد بجوار والده الملك فيصل الأول. ولهنا تنتهي رحلتنا أصدقائي. لا تنسونا في اللايك والمتابعة والمشاركة، وشكرا جزيلا لمن شاهد الحلقة إلى النهاية.